اخر درس في يونت 2 جيومتري شبه اخر درس في يونت 1 جيومتري. الاثنين بيتكلموا على الابلكيشنز ان سيركل. طيب يا مستر نشوف ابلكيشنز ان سيركل. ماشي. الابلكيشن بتاع النهارده كانت بتتكلم، افكرك بالابلكيشن بتاعه السيركل بتاعه يونت 1. الابلكيشن بتاع السيركل بتاعه يونت 1 كان شكلها كده، كان يديك سيركل كده ودي كده انترسكت دي، فنقول ده في ده ايكوال ده في ده، وكانت في واحده من بره كده فنقول ان ده في ده كله بيساوي ده في ده كله، وكان في واحده تانجنت هنا كده فنقول ان ده سكوير بيساوي ده في ده كله. صح؟ دي الابلكيشنز بتاعه يونت 1. دي الابلكيشنز بتاعه يونت 1، اخر درس في يونت 1. النهارده هناخد ابلكيشنز اللي هي اخر درس في يونت 2 تحت عنوان حاجه اسمها باور اوف بوينت، حلو، with respect to circle. خلاص كده؟ يبقى اسمها كده power of a point with respect to circle. power of a point يعني قوه نقطه. وده ديفينيشن ظريف جدا بيتكلم عنه. بيقول يا مستر لو عند حضرتك سيركل كده اسمها ام، وفي عندك بوينت هنا اسمها A، في حاجه او ديفينيشن اسمه الباور اوف A with respect to M. M يعني السيركل، السيركل بنسميها بالسنتر بتاعها. لو السنتر بتاعها اسمه M فنسميها سيركل M، اسمه N نسميه سيركل M. فالديفينيشن بيقول ان في عندي حاجه اسمها باور A with respect to M. خلاص كده؟ يعني قوه النقطه A بالنسبه ل M. وده just a number، مجرد رقم. بيساوي ايه؟ بيساوي يا مستر الديستانس من النقطه لحد السنتر باور 2 ماينس الراديوس باور 2، يعني بيساوي اي ام باور 2 ماينس الراديوس باور 2. يبقى ده كده يا مستر ايه؟ الديفينيشن، تعريف. يبقى يعني ايه باور اوف ا بوينت with respect to circle، يعني قوه نقطه بالنسبه لسيركل. ده جاست ا نمبر، مجرد رقم. بجيبه ازاي الرقم ده؟ بجيب الديستانس من النقطه لحد السنتر واعمل لها باور 2 ماينس الراديوس واعمل له باور 2. يطلع العدد ده ممكن يطلع عدد بوزيتيف، ممكن يطلع عدد نيجاتيف، ممكن يطلع زيرو. اذا كان بوزيتيف، اذا كان الباور ده العدد ده بوزيتيف، كده انا فهمت ان النقطه A outside the circle، outside the circle M. واذا طلع يا مستر نيجاتيف يبقى ده معناه انه inside the circle M. واذا طلع الباور ده زيرو يبقى ده معناه ان النقطه دي on circle M. يبقى حسب الرقم الباور ده هيطلع نمبر، النمبر ده اذا كان بوزيتيف فهمت انا كده النقطه دي اوتسايد ذا سيركل، لو نيجاتيف يبقى النقطه دي جوه السيركل، لو زيرو يبقى النقطه دي على السيركل. خلاص كده؟ تمام. خد اكزامبل كده بالاعداد عشان يبقى قريب منك. اهو اكزامبل، ادي سيركل ام والراديوس بتاعها يا مستر طوله 5 سم، وعندنا نقطه A على بعد يا مستر A 7 سم. هنقول ان باور A with respect to M بتساوي 7 باور 2 ماينس 5 باور 2، تبقى 49 ماينس 25 يعني 24. خلاص؟ طلع 24 ده بوزيتيف، فعلا النقطة دي بره وواضح انها بره. ماشي؟ ماشي. طيب انما الحقيقة في طرق ثانية نجيب بيها الباور غير التعريف الرئيسي ده. تعال نشوف. اهي رولز. اول حاجة لو انا عندي ادي السيركل، حلو كده الكلام، وادي النقطه هنا ايه، نقدر نجيب الباور ازاي؟ ان احنا نقدر نعمل تانجنت من النقطه دي لحد السيركل اهو. خلاص كده الكلام. طيب وبعدين الباور بقى هيكون بيساوي ايه؟
بيساوي يا مستر التانجنت ده باور 2، يبقى باور A بالنسبه ل M هيساوي المسافه دي باور 2، AB باور 2. يا سلام. بس كده. بس كده. لا، طب ايه علاقه دي بدي؟ يعني مش عارف ايه علاقتها ببعض. كل العلاقه هوريك. دلوقتي انت عايز تثبت لو هنا عندي السيركل ام وادي النقطه A وادي كده انا عملت ده تانجنت هنا دي مش احنا قلنا ان الباور هو المسافه بين السنتر لحد البوينت؟ صح. باور 2 صح. ناقص الراديوس، لو عملنا راديوس كده ما هو ده راديوس وده تانجنت تبقى دي 90. صح. ما هو فعلا ده باور 2 ماينس ده باور 2 يدينا ده باور 2 من نظريه بايثاغورس. تمام. يبقى اقدر اجيب الباور عن طريق المسافه باور 2 ناقص الراديوس باور 2، او اقدر اجيبها من التانجنت باور 2. هيجي واحد يقول لي طب انا مش ممكن يا مستر اكون واقف بوينت هنا وارسم تانجنت، واحد تاني يرسم تانجنت تاني، يبقى اللينس ده غير اللينس ده؟ لا مش ممكن. لاننا خدنا في بريب 3 ان انت لو عندك نقطه وسيركل ما تقدرش ترسم الا 2 تانجنت بس، والاثنين دول ايكوال اللينس. فلو رسمت كده ماشي، رسمت كده ماشي، هيطلعوا الاثنين قد بعض بالظبط طبعا. يبقى القاعده دي هتعلمني يا مستر ان انا اقدر اجيب الباور بتاع قوه بالنسبه لسيركل، بتاع نقطه بالنسبه لسيركل ازاي؟ عن طريق ان انا ارسم تانجنت من النقطه دي واجيب التانجنت ده باور. تمام يا جماعه؟ سمعوني احلى تمام، واللي مش فاهم يقول لي لا اللي مش فاهم. قول تاني يا مستر. تمام يا اولاد ولا مش تمام؟ تمام. ماشي. طيب تاني رول، اقدر اجيب الباور عن طريق ان يكون عندي سيركل كده اهو، وادي بوينت A. اعمل ايه؟ اعمل اي لاين من عند البوينت دي يقطع السيركل في نقطتين B وC. طب وبعد ما يقطع السيركل في نقطتين، هات الباور بقى. ازاي هنجيب الباور؟ باور A بالنسبه لام هنجيبها ازاي؟ نضرب اللينس ده في اللينس ده كله. يعني اي بي في اي سي. تمام. يبقى اي بي تايمز اي سي. بس كده. يبقى باور اي بالنسبه للبوينت اقدر اجيبه من الديفينيشن اللي شرحناه، او من رول نمبر 1 ان اعمل تانجنت، او اعمل اي خط. واحد برضه تاني يقول لي يا مستر اي خط، طب ما انا ممكن اعمل خط فوق او تحت. اقول له نرجع بقى ليونت 1، تكتشف ان انت اي خط هتعمله هيبقى ده في ده كله بيساوي ده في ده كله. عادي. يبقى نفضل زي ما احنا، ما فيش مشكله، كلنا يطلع نفس الناتج. اللي عنده ملاحظه وانا بتكلم يقول مستر قول. تمام يا اولاد ولا مش تمام؟ تمام. يبقى انا دلوقتي تاني سريعا قدرت اجيب الباور بطريقتين تانيين غير الديفينيشن الرئيسي. الديفينيشن الرئيسي بيقول لي هات الديستانس باور 2 ناقص الراديوس باور 2 وانطلق. ماشي. انما رول نمبر 1 ورول نمبر 2 مختلفه. رول نمبر 1 بتقول هات التانجنت باور 2. ماشي. واثبتنا ليه؟ ده الاثبات. ثم ده بيقول ده في ده. طب ليه بقى ده؟ عشان ده قد ده من القاعده اهي. شوف التانجنت باور 2 بيساوي ده في ده كله. دي كلها مترابطه. نمبر 3، ازاي اجيب التانجنت النقطه ام وتكون النقطه دي جوه السلك؟ هنا بقى ما اقدرش اعمل تانجنت اصلا جوه السلك، ولا اقدر اعمل الهبل ده. سهله جدا. اولا قبل اي شيء انت جوه، يبقى حضرتك لازم تحط ماينس عشان انت جوه زي ما اتفقنا هنا. بعدين تعالى بقى اعمل اي كورد هيعدي بالنقطه ايه. اي كورد هيعدي بالنقطه ايه. اهو كورد يعني من السيركل للسيركل اهو زي كده مثلا.
ويعدي من نقطه ايه. الكورد ده اسمه اي بي مثلا. ايه ازاي ايه ده؟ ما النقطه اسمها ايه؟ سي دي مثلا. خلاص. طب يا مستر يعدي على ام ولا مش لازم؟ يعدي ما يعديش مش هتفرق معايا. طب فين بقى الباور؟ الباور ان انت تضرب الحته دي في الحته دي كلها. اي سي تايمز اي بي. طبعا ما تنساش الماينس. طب واحد يقول لي يا سلام يا مستر اي كورد وخلاص. طب ما انا ممكن اعمل واحد تاني كده. اقول له نرجع ليونت 1. لو عملت ده كده وده كده ده في ده قد ده في ده. صح. فتاكد انها محكومه. كده خلصنا ازاي نجيب باور اوف ا بوينت with respect to circle. هقولهم بسرعه. التعريف الرئيسي، الديفينيشن الرئيسي، المسافه باور 2 ناقص الراديوس باور 2. تمام. قلنا بقى لو بوزيتيف يبقى النقطه دي بره، لو نيجاتيف جوه، لو زيرو اون ذا سيركل. وادي اكزامبل. ماشي. او لو قدرت اعمل تانجنت يبقى اجيب التانجنت سيجمنت ده اجيب طوله باور 2 يبقى قد الباور. ماشي. او لو عملت خط قطع السيركل في نقطتين اضرب ده في ده كله. ماشي. او لو عملت كورد جوه السيركل وعدى على النقطه فده في ده كله ماينس ده في ده كله. بس. تمام ولا مش تمام؟ تمام ولا مش تمام؟ تمام يا رقية عسل. تمام. طيب بص بقى يا سيدي. فاضل حته استحملوها خدناها في ثالثه اعدادي، فما حدش يقول لي ليه هناخدها تاني السنه دي عشان انا مش عارف. كنا خدنا في بريب 3 حاجه كده كان اسمها ويل نون بروبلم. اهي علينا تاني السنه دي. اهي بص كده يا مستر. ناخدها فين في الحته دي. كان اسمها ويل نون بروبلم. مش عارف انتوا هتبقوا فاكرينها ولا لا. اسمها كده. اسمها ايه يا مستر؟ ويل نون بروبلم. طيب ودي كانت قاعده شكلها ازاي؟ بص هما قاعدتين بس السنه دي هنخليهم اربعه. دول الزياده بس. اهو ركزوا كده. بيقول ايه؟ لو انا عندي سيركل كده وعملنا كورد كده وكورد كده، شايفين دي انجل صح؟ اسمها سيتا مثلا. السنتر هنا. الانجل دي سيتا دي مش سنترال اكيد ولا انسكرايب صح، انما ليها علاقه بالارك اللي قدامها واللي وراها. بتساوي هاف اللي قدامها زائد هاف اللي وراها. يبقى لو سمينا ده اكس هنا وده واي يبقى هنقول ان الميجر اوف انجل سيتا هتساوي هاف اللي قدامها زائد اللي وراها قوس كده اكس بلس 1. افتكرناها دي؟ خدتوها في بريب 3 اكيد طبعا كلكم عملتوا مجهود في بريب 3 يونت 2 ليسون 2 قصدي سكند ترم اقصد. كلكم فاكرين الكلام ده. يبقى الانجل سيتا بتساوي هاف الارك اللي قدامها زائد اللي وراها، هاف اللي قدامها زائد اللي وراها. ماشي؟ ماشي يا جماعه ولا مش ماشي؟ طيب نمبر 2 اهي. لو عملنا دي كده وبرضه سمينا دي سيتا، برضه هنقول لو سميت دي ايه الارك ده اكس كده والارك ده سميته واي، هنا هنقول ان الميجر اوف انجل سيتا دي هتساوي هاف الارك اكس ماينس واي. اكس ماينس واي ماينس. حد افتكرها يا جماعه؟ محدش افتكرها خالص الحاجات دي؟ امنه مش فاكراها. امنه شويه. رقيه جهاد مش فاكره الحاجات دي خالص. طب الاسم حتى والنوم بروبلم ده كان يعني اسمه مميز في بريب 3. طيب عامة مش مهم. يبقى الانجل دي هتساوي هاف ده زائد هاف وده بيساوي هاف ده ماينس ده. ممكن اخد الهاف كومن فاكتور او اجيب هاف ده زائد هاف ده عادي. طيب ايه الزياده؟ ان هو هيطلع الارك ده كده شويه. يعمله كده.
او يعملوا كده الاثنين نفس الكلام. هي بالظبط، هي زي دي. نسمي ده سيتا اهو، وده اكس وده واي اهو، ده سيتا كده وده اكس وده واي. هنقول كده نفس الكلام، هنقول ان الميجر اوف انجل سيتا هتساوي هاف اكس ماينس 1. هنا الميجر اوف انجل سيتا هتساوي هاف اكس ماينس 1. بس خلص المنهج بتاعنا يا شباب.